قضية فلسطين مش قضية أرض، إنما قضية دين. قضية دين يعني عقيدة، يعني لا إله إلا الله. يعني لما واحدة تقول لي أنا مش عارفة يعني إيه اللي بيحصل في فلسطين ده والمسجد الأقصى، يعني ده شيء يعني والله العظيم يحزن. فبكل بساطة المسجد الأقصى ده كان أولى القبلتين بعد قبل ما يتحول القبلة لمين؟ لقبلة لاتجاه مكة. تاني حاجة سيدنا إبراهيم زي ما بنى سيدنا آدم، زي ما بنى الكعبة، بنى المسجد الأقصى وكمله سيدنا إبراهيم الكعبة وكمل المسجد الأقصى. طب تالت حاجة ربنا سبحانه وتعالى أسرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في سيدنا إبراهيم عاش فيه، وسيدنا زكريا، والسيدة مريم، وسيدنا عيسى، وسيدنا يحيى، وهيهبط إليه سيدنا عيسى في آخر الزمان علشان يكسر الصليب ويقتل الخنزير وهيدعو الناس إلى الله جل جلاله فيأمنوا بيه، منهم من النصارى اللي هيأمنوا بينا واللي مش هيآمن يعني. إنما اليهود والصهاينة وبني إسرائيل دول اللي هم اليهود اللي موجودين حاليا أو الصهاينة اللي موجودين في فلسطين، دول ربنا سبحانه وتعالى اصلا عاقبهم. دول ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم من زمان ان هم يتيهوا في البلاد، لهم بقى ملهمش مكان يعيشوا فيه. فكل واحد بقى في حته وكل واحد بقى في مكان. لما عصوا الانبياء والرسل وقتلوا الانبياء والرسل، قتلت الانبياء اصلا، دول قتلت الانبياء، دول قلوبهم اقسى من الحجاره، دول قلوبهم اقسى من الحجاره. وبالتالي في النهايه عقيده او الحرب في فلسطين مش حرب على ارض، انما حرب على دين، على عقيده، عشان عقيدة لا إله إلا الله في الأرض، عشان المسجد الأقصى مسجد فيه مهبط الأنبياء والرسل. ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فالموضوع موضوع عقيدة يا أحبة، عقيدة لا إله إلا الله. مش الحرب في فلسطين حرب على أرض، إنما حرب على دين. اليهود بيحاربونا على دين باطل، دينهم هم اللي مؤلفينه ومخترعينه ما أنزل الله به من سلطان. مش اليهود بقى، الصهاينة الإسرائيليين اللي موجودين فين؟ المحتلين أرض فلسطين. إنما التانيين في يهود يعني تانيين اللي هم اليهود الحقيقيين الأصليين اللي أصحاب الكتاب، دول معترفين جدا ان هم اصلا ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بان هو خلالهم ملهمش بلد، ملهمش مكان يعيشوا فيه، فتاهوا في البلاد، تاهوا في الارض. فدي بكل بساطة المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اولى القبلتين يعني كان اول قبلة دي. طب ثالث الحرمين الشريفين يعني ايه؟ يعني عندنا الحرم المكي وحرم المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد أو المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى مسجد المسلمين كلهم، إنما الله جل جلاله اصطفى شعب فلسطين، لأن شعب فلسطين مفيش فيه أطفال، مفيش فيه عيال، مفيش فيه تفهين، إنما كل شعب فلسطين ربنا سبحانه وتعالى نظر لقلوبهم واختارهم إن هم اللي يصلحوا إن هم في المكان ده ويتحملوا كل اللي بيحصل ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن هم يصلحوا، إن هم يقدروا ويستطيعوا، وهم فعلا قدها وأثبتوا لنا كده من أكتر من 100 عام. هم ما زالوا صامدين وثابتين. ثبتكم الله، أيدكم الله، آواكم الله، نصركم الله، أطعمكم الله، أنزل الله عليكم السكينة والبرد، أنزل الله عليكم برد السكينة والصبر والطمأنينة. ثبتكم الله، آواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله. مهم جدا جدا جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش بس أهل فلسطين اللي يذكروا الله، كل المسلمين اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. بذكر الله جل جلاله تنجلي الهموم وترفع الكروب وتثبت الأقدام وينصرون ويثبتون ويؤيدون. فمتنسوش اذكروا الله ذكرا كثيرا. مش هم بس، احنا وهم. وحرب في فلسطين مش حرب على أرض، إنما حرب على دين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعايزة أقول لكم حاجة حلوة قوي يعني.
لازم يكون عندنا يقين ونستشعر ذلك المعنى، وده مش هيجي من فراغ. بقول لكم في فيديو تاني ازاي نستشعر اليقين، ازاي نستشعر ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيزرعه في الصحابة، وهي انه يا احبة هي الدنيا اللي احنا عايشينها فيه، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وخلاص خلص، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني من الآخر كده مش هي دي حياتنا الدنيا، احنا هنا جايين هنقعد شوية صغيرين ونمشي بإذن الله إلى جنة النعيم من الله جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. شوية صبر والموضوع هيخلص والموضوع هينتهي. إياكم أن تتصوروا إن اللي بتقع عليه حاجة ولا بيموت ولا بيستشهد ده ما بيحسش بأي حاجة. يحب بالظبط زي شكة الدبوس وأقل، زي شكة الإبرة وأقل كمان بكتير. فلكم يعني أن تتخيلوا الموضوع مش زي ما أنتم متصورين من كمية الألم والمنظر اللي احنا بنشوفه كأحياء. احنا كأحياء بنشوف حاجة، لكن هم كشهداء بيشوفوا حاجات تانية كتير أحلى كتير من اللي احنا شايفينها دي. فاللي عايزه اقوله لكم انتوا تطمنوا ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هيستشهد فيهم هو طير في الجنة. واحكوا بقى عن الجنة واتكلموا عن الجنة واعرفوا عن الجنة واسمعوا عن الجنة واسمعوا عن نعيم الجنة. والله لو قعدنا نحكي ونقول وأقول لك تخيل وتصور وافتكر وتوقع، وفيها أنهار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اطمنوا ما تقلقوش. كل اللي عليكم كل واحد يقوم بدوره اللي ربنا سبحانه وتعالى أقامه فيه، عشان ده هيكون كمان نصرة لإخواننا في فلسطين. فالحرب في فلسطين مش حرب أرض، ده حرب دين. رقم 2 اذكروا الله ذكرا كثيرا. الدعاء، ادعوا لإخواننا في فلسطين ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم، والدعاء أكبر سلاح ممكن تعمله. رقم 4 قم بدورك اللي ربنا سبحانه وتعالى أقامك فيه، نصرة لدين الله ونصرة لإخوانك مش بس في فلسطين، في بقاع الأرض. رقم 5 وهي اطمنوا يا أحبة، اللي بيحصل للشهيد واللي بيلقاه من أول ما ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحه، مش يقبض روح بقى، بل أحياء عند الله ولكن لا تشعرون. اللي بيحصل لهم مش زي اللي احنا شايفينه. اللي احنا شايفينه دي أحداث لأن احنا أحياء، إنما هناك عالم تاني خالص ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأبشروا واطمئنوا.